حرك يا حاج، يلا حجية، ما توقفش هنا يا حاج. انا رحت عمره، ايوه الحمد لله ربنا انعم عليا في اخر 10 ايام من رمضان والعيد. رحنا عمره، والاخر لحظه قبل ما اركب الطياره كنت خايف ان كل حاجه ممكن تتلغي في اي لحظه، فداري على شمعتك تقيل. تقريبا ما قلتش غير لمديري عشان يوافقني على الاجازه، يعني لولا الملامه اهلي في البيت نفسهم ما كانوش هيعرفوا. بس دلوقتي انا جيت احكي لكم كل حاجه. انا مش ابتدي منين. بص، هو الموضوع بدا مع لبس الاحرام، قماشتين شبه الفوطه وبس مفيش حاجة تانية بعديها. في هواء منطلق يدخل في أماكن غريبة يعني. المهم، الحمد لله أنا اتفرجت على فيديوهات كتيرة على اليوتيوب عشان أشوف نربطه إزاي ونلبسه إزاي بحيث إن هو ما يتزحزحش من مكانه، والحمد لله الفيديوهات صدقت. لغاية ما ركبنا التاكسي، سقطت في التاكسي، قمت لقيت في خدي طالعة. فجأة لقيتني عامل مشهد إغراء في فيلم لعادل إمام، بوس الفخده. فجأة ما بقتش فاهم في ايه. طب اتفك مني يعني، انا لو قمت هيقع مني دلوقتي. المهم الحمد لله طلع الموضوع بس اللي انت هز الازار كده شويه وكل شيء هيتعدل، ما فيهاش اي حاجه. عشان نروح للحظه الحاسمه، رؤيه الكعبه لاول مره في الحياه. ولسبب ما انت اول ما بتخش من باب المسجد وبتشوفها بتنسى كل حاجه. الناس بقى انت جاي تدعي لايه؟ بقى لي شهر عمال بذاكر ازاي بنعمل عمره. ما في، انت بتنسى كل حاجه في اول 5 ثواني بتشوف فيها الكعبه. وبعد فوات الخمس ثواني دي ادركت بقى اللي حواليا. طبعا انا رايح في اخر 10 ايام في رمضان وما كنتش هعرف. انا ما كنتش هعرف ان انا هلاقي كل الاعداد دي. انا الاعداد دي بشوفها في التلفزيون في الحج بس، عمري ما تخيلت ان انا هبقى وسطهم. انا فجاه لقيت نفسي وسط ناس كتير وزحمه، وفي ناس تحت ايديا وفي ناس قدامي لازقين فيا كده اهو بالظبط. المشكله مش في الزحمه، المشكله ان في ناس بتزق في وسط الزحمه. عارف بتزق ليه؟ اصلا كلنا ماشيين في دايره حوالين الكعبه. اما تزقني وتطلع قدامي، هتطلع الاول على الطواف، هتطلع الحج ببلاش السنه الجايه. ما ايه ده حضرتك؟ ما تفهمش. وبعدين الناس بقى وسط الزحمه دي كلها مش مفرقه بقى اللي قدامه ده ست راجل، هو ماشي بيزق وخلاص. حضرتك لو عايز تشتغل جرافه تعالى هنزلك الموقع معانا، لكن ما تجرفناش وتمشي بينا. وبعدين بقى الستات اجارك الله، ممكن تلاقي راجل كده حريص شويه انه ما يزقش اللي قدامه، ما يخبطش في الستات ما تفهمش فيه ايه. تلاقي واحده يا عيني صغنططه كده صيفيفه فجاه تروح بالكوع تركنك على الجنب. خلاص حضرتك انت محتاج فريق اعاشه بعد الكوع اللي هي اديتهولك، تزقك ما تفهمش زقتك منين، تشيلك كده اهو طيارك في الهواء وتمشي. ما ببالغش، اسال اي حد راح في وقت زي ده وهيقول لك. المهم وانت بتطوف في فجأة حتت هتبقى فاضية، وتعالى بقى عند الحجر الاسود وعند مقام ابراهيم عليه السلام. خلاص بقى في ناس تقريبا خلصت الطواف بتاعتها. فجأة احنا بنلف كده كلنا، دول خارجين كده وما بيشوفوش قدام. والله العظيم ما فيش حد بيبص هناك قدامه. يعني هو تقريبا بيحط نقطة هدف وبيمشي كأن الارض دي بتاعته لوحده. مركب اي في عينيه بيشيل البني ادمين وشايف الدنيا فاضيه فماشي عادي خالص مفيش اي حاجه. يعني انا معايا خالتي حاطط ايديا عليها كده عشان الناس ما تقربش علينا، تلاقي واحد راح جاي وكده رافع كتفي ومعدي قدامي. حضرتك ده اما اكون بوابه الجراج تدفع التذكره في البطاطا تخش. ايه ده؟ ولا انشف بقى ايدي معاه كده وامسك فيه جامد وما ارضاش اعديه وابص له كده. إيه انت مش راضي تعديني؟ ويروح معدي من ورايا وباصص لي بقرف. سيبك بقى من الناس اللي بتزق والجرافات اللي ماشيه. في ناس بقى بتطوف نفسي افهم هما بيعملوا ايه، ومشغلين فيديو كل مع اهاليهم في بلدهم، فهو ماشي بيطوف ورافع ايده كده اهو. المشكله مش في كده حضرتك، انا شفت مدامات الناس من الجنسيات المختلفه كلها. فجاه تبقى ماشي تلاقي في طنط كده ازيك يا طنط عامله ايه؟ انا لسه جاي النهارده اول عمره في حياتي، عامله ايه؟ ازيك؟ فجاه انا دخلت في حياه الراجل في بيته. المهم شويه خالته ادركت ان انا نفسي اوصل للحجر الاسود واحاول المسه، فقالت لي بص لو عايز تخش خش. انا سبت خالته من هنا ودخلت جوه. الزحمه اللي بره دي ليفل، واللي جوه عند الكعبه ليفل تاني. انت بتخش هناك خلاص بتسيب نفسك بقى للموجه. والله العظيم انا كاني ركبت موجه البحر بالظبط. انا فعلا بقيت بروح قدام واروح راجع ورا، وبقيت بدعي ربنا، بس بدعي ربنا ان انا اوصل بس الحجر الاسود المسه. والحمد لله ربنا استجاب وثبتني. السر بقى في الزحمه الغير طبيعيه عند الحجر الاسود ان في ناس مش بتكتفي انها تلمسه وتبوس كده بالراحه، لا ده في ناس بتخش تحط راسها جوه وبتنام. انا مش عايز اريفير لناشوناليتي معينه بس انا عارفهم. تلاقي واحد منهم راح حط راسه في جوه الحجر الاسود وقعد بقى خلاص. حضرتك في ملايين حواليك. انا نايم النهارده هنا. المشكله الموضوع ما وقفش هنا، الناس بقى بتشده من شعره كده. انا مش عارف في ايه بس ده اكيد مش صح.
وسط ده كله بقى في واحد وصل الحجر الاسود باسه، وفجاه رفع ايده كده، لقيت في ناس راحت ماسكاه من ايده وشداه، وبقى بيمشي على الناس زي ما بنشوف كده في الحفلات الموسيقيه، بقى بيمشي فوق راس الناس. انا عندي تساؤل واحد حضرتك، هو الازار انت مولود بيه حضرتك؟ الشده اللي انت تشدها من وسط الملايين دي حضرتك طلعت مش مهزوز هزه؟ حضرتك مولود مربوط بجلدك؟ عملتها ازاي؟ انا فجاه يا جدعان وسط الزحمه دي كلها شباب، ليه في هوا في الزحمه دي كلها؟ انا حاسس ان مستهوي في حاجه خفيفه حصلت. هو في ايه؟ طب انا كده اتفضحت ولا انا كده اتجرست ولا ايه؟ فجاه بقت دعواتي رب استر عورتي. ما اتاكدتش اللي هو موجود غير لما نزلت لمسته كده، اللي هو طب ايه بقى الهوا ده؟ ما بتفهمش ايه اللي حصل، بس خير. المهم الحمد لله ربنا وصلني الحجر الاسود، لمسته وخلصت اخر شوط في الطواف ليا، وبقيت بقول للناس I finished I want to go out. وخرجت بقى مع الناس اللي خارجه كده اهو. ما انا خلاص، ما حضرتك انا لو ما خرجتش معاهم مش خارج النهارده، هكمل للشوط ال 14 يعني عشان اخرج تاني. المهم بعد كده الحمد لله رحنا على الصفا والمروه، خلصنا سعي كده على الفجر، ورحت بقى عشان اتحلل من الاحرام. الحلاقين هناك المفروض يخشوا موسوعه جينيس في اسرع حلقات في العالم. شوف بقى هتحلق مقص مكنه موس، الراس مش هتاخد في ايد الراجل دقيقه على بعض، انت بتخش تحت ايده بيقشرك زي البصله، بيو 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 يعدفك، يلا اللي بعده بيو بيو بيو. حضرتك انا ما قشرتش بطاطسايه في حياتي بالسرعه دي. ايه ده؟ وجبت شعري زيرو. انا ما حلقتش في حياتي زيرو من ساعه ما تيتا قالت لامي احلقي له عشان شعره يتقل. بس ده اخر مره انا حلقت زلبطه فيه. انا خرجت من هنا حسيت احاسيس عمري ما حسيتها في حياتي، حاسس بهوا ماشي بيداعب شعراتي. المشكله مش في الهوا، المشكله اللي انا كنت بوبر، باجي البس البيجامه بيطلع منها خيط على شعري، بقيت اجيب البكره اللي بتلزق دي بدل ما اشيل من على الهدوم بشيل من على شعر انا. ده ايه النيله دي؟ هو انا ناقص تنمر؟ والله العظيم كانت احلى لحظه في حياتي. وسيبك بقى من التنمر، حضرتك بص شعري عامل ازاي بقاله 3 اسابيع على المستوى ده، حضرتك تقريبا نسي بينمو ازاي، خلاص بقى بيتعلم الزحف دلوقتي. مشكلتي بقى في بقيه زيارتي لمكه ان مفيش حاجه هناك تحميك من الشمس واخده السما فوق وقاعده لوحدها، قاعده بقى مفرشحه. انا النهارده بقى قاتلكم، مش مروحه انا جايه، انا قاعده هنا. مفيش سحابه فوق بعديه كده تظلل عليك ثانيه واحده، مفيش، صفاء غريب في السماء، والشمس بقى قاعده لك كده. هحرقكم النهارده. المشكله اللي انا كنت نفسي اصلي قريب من الكعبه، فكان كل الاوبشن الوحيد اللي متاح لك كواحد مش محرم اللي انت تطلع فوق على السطح. طبعا في ناس بتلبس الاحرام وبتخش من البوابه ويعملوا نفسهم جايين يعتمروا ويتزاحموا مع الناس. انا ما رضيتش اعمل كده، لبست جلابيتي شحمتها، واول مره البس جلابيه في حياتي. انا فجاه بقيت ماشي الشمس تحرق في راسي من فوق والجلابيه الكعب فيها وانا ماشي، فجاه اروح دايس عليها بطراطيف صوابعي وماشي، طراطيف صوابعي وراح جاي كده. طب ايه هموت انا النهارده ولا ايه؟ مش فاهم. لما خالتي فجاه بتبص جنبها لقيتني رافع الجلابيه لنص في خادي، الحمد لله كان في بنطلون تحت وماشي. ايه يا المنظر ده؟ فضحتني يا حبيبي. ده غير وانا بصلي اجي اقوم من السجده انزل تاني. حضرتك والله خلصت السجده، ما احنا حضرتك هنكمل صلاه. لا ننزل تاني، كمل. يا دي النيله السوحه. المهم انا قعدت ادور على اي حاجه اعملها مع الشمس دي، فقلت ايه ده ما نجيب شمسيه يلا. فدخلت بقى السوبر ماركت بن داوود ده اللي هو اشهر سوبر ماركت هناك، واشتريت لي شمسيه. جدعان وحشه ما تشتروهاش. انا جبت الشمسيه كانت طالبه هي كمان شمسيه تقريبا، بره الشمسيه بيبقى طراوه عن تحتها عامله زي الصوبه الزراعيه. انا مش فاهم ايه دي لعنه دي ولا ايه؟ ما نفعتنيش الا اليوم اللي مطرت فيه بس، هي فعلا ما بتعديش الميه، بس بتعدي اي حاجه تانية غير الميه. انا اليوم ده بالليل حاسس ان انا بطلع حراره من كل خرم في جسمي بدون مبالغه، وتحسس عليا ما تلاقينيش سخن، بس بطلع حراره من عيني، من وداني، من مناخيري، في نار بتطلع من كل حته. والمشكله اللي انت ما ينفعش تتفادى اوقات الشمس وبعدين تطلع بقى تحجز لك مكان في السطح، لا انت لازم تطلع من الساعه 2:30 ل3. لو فوتت دول بص يا باشا، مش هتصلي عصر، مش هتصلي مغرب، مش هتصلي عشاء، مش هتصلي تراويح. الناس هناك بتقعد من العصر لغايه التراويح اللي بعد العشاء بيلبدوا في مكانهم. انا اول مره ادرك ان في ناس بتقعد 24 ساعه من غير ما تخش الحمام. ده كان في ناس بتخلص قدامي الكولمن بتاعت ميه زمزم الكبير ده ومسانته ما بتتحركش لحظه، وانا خدت لي نقطتين حسيت ان انا شارب البحر وماشي بهز ميه. حضرتك هو انت نمبر 1 بيروح فين؟ انت بتعمله بالتبخر؟ طب سيبك من الميه. نمبر 2 فين حضرتك؟ انتوا ما بتتحركوش ليه؟ فانت بتضطر تقعد جنبهم بقى خلاص. اي احساس عندك هتمسكه. اقرب حمام اصلا عشان تستخدمه عايز لك بتاع ساعه الا ربع،
ساعة وربع كده في الرينج ده. في مرة ما قدرتش امسك نفسي، كنت تعبان جدا، دخلت الحمام. عارفين القعدة الالومنيوم اللي عاملة زي بتاعة السجن؟ هي دي اللي جوه، اصل هي دي اللي تستحمل الاعداد دي بجد. هو هيعملوا لهم ايه؟ المهم انا دخلت لقيت لك القعده مسدوده. انا بطني شافت الموضوع ده نسيت هي كانت جايه ليه. بص يا باشا انا تقريبا خلاص انا خفيت يعني، ما فيش اي حاجه، ما فيش، ما انا ما كنتش عايز اخش حمام اصلا. لا لا بجد خلاص، انا بقيت فجاه حاسس ان انا استأصلت بطني. وبلبن اللي قفل عشان حالات التسمم، كنت واكل منه قبليها ب5 ساعات بالظبط. بلبن مقفول حالات تسمم. وبعدين بلبن هناك بقى احلى بكتير من هنا، يعني احنا هنا بيلمونا القاذورات. انا كنت طالب حته بتاع بالبيستاشيو. انا اول مره اعرف ان هم بيحطوا فستق حقيقي على الحاجه. بيحصل في السعوديه، والراجل بقى هناك مش بيوزن الفستق، لا ده بياخد بالكبشه ويحط على البتاع كده كانه بيحط لب سوبر على البتاع. ما فيش اي حاجه يعني، اكتر لك عايز زياده. ترندات بقى اللي حصلت كلها في مكة هناك في آخر رمضان حصلت وأنا هناك. فجأة تلاقي رسالة جاية على الموبايل: زحام شديد في المسجد الحرام، صلي في مكانك. استنوا أنا جوه. توقف الطواف في المكة من الزحام الشديد، استنوا أنا جوه. طبعا انت تسمع كل اللي انا بحكي لك فيه ده تحس ان انا متضايق. والله العظيم ما فيش اي حاجه فيهم اما تفكر فيهم ما كانتش حلوه. هي مثلا مشكلتها مثلا في الزحمه ان الحاجه بتاخد منك وقت كتير قوي عشان تعملها، زي دخول الحمام حاجه بسيطه. مفيش اي حاجه فيهم ما كانتش حلوه. لو انا كل يوم اما بسمع حاجه بتفكرني بالرحله دي انا عايز اروح تاني. انا بتصل بخالتي كل يوم اقول لها ما سبتنيش على السطح ليه؟ انا كنت عايز اقعد هناك. بس والله كل حاجه كانت حلوه، حتى القعده جنب عمه اللي كل ما اكلمه يقول لي، وجنب الناس الجزائريين والمغاربه اللي كل كلمه مش فاهم منها اي حاجه، بس اللي هو انا مستمتع ان انا سامعهم يعني. عايز اروح تاني. ربنا يكتبها لي تاني ويكتبها لكم، وان شاء الله المره الجايه اروح الحج. وبس كده، كان معاكم زيزو الاقرع. السلام عليكم.